السلام عليكم، شلونكم؟ بسوي لكم اليوم طبق وايد حلو. كنت ضايقته عند رفيجتي مسويته يوسف وعجبني وايد فبسوي لكم. الطبق دي بقسمه إلى 3 أقسام. القسم الأول الحشوة اللي هي حشوة الدياي. القسم الثاني اللي هو خبز سليس أو الأفرنجي. والقسم الثالث الخلطة البيضة. فخلنا نبتدي بمقادير الحشوة. أول شي بحتاج إلى صدور دياي أقطعهم قطع كلش صغار. عندي يزر، هذا مثلج بستخدمه، ذرة، بصل، زيت، كزبرة خضراء، معجون ثوم وينزبيل، ابزار، فلفل احمر مجروش اختياري، فلفل اسود وملح وصويا صوص. هذه مقاديرنا. حطيت زيت، بس من يسخن الزيت بضيف البصل، بضيف معجون الثوم والينزبيل. الحين بضيف صدور الدياي اللي قطعتهم قطع صغار. بس من يتغير لون الدياي بحط الملح مع البهارات. لا تكثرون من الملح لان بعدين بتضيفون صويا صوص. حطيت الذرة مع اليزر وهذه الكزبرة الخضراء. والحين بضيف الصويا صوص. بخليه الحين يطبخ لما ينشف الماء اللي فيه. شوفوا الماء على ما يستوي عند الدياي. خلنا نبتدي الحين في السليس. باخذ الروتي او خبز السليس وبقصص الاطراف. بعدين باستخدام النشابة افرد القطعة، اضغط عليها. شوفوا هذا السليس العادي، هاي عقب ما فردته بالنشابة شوفوا شلون صار ضعيف. بخلص من الكمية. سويت الخلطة البيضة، حطيت تقريبا 5 علب من قشطة أول و4 ملاعق طعام من الجبن، رشة من الملح، رشة من الفلفل. وهاي الخليط أو الطبقة البيضة عندي جاهزة. بخليها على صوب بس لي ما ينضع عند الدياي. باخذ شريحة من خبز السليس وبحط هني شوي من الحشوة، وابتدي ألفها. علشان أصك الأطراف بحط شوي من الجبن على الطرف هني وبصكه كذي. وباخذ القطعة دي وبحطها هني في صحن البايركس. بس بكمل الكمية. عقب ما خلصت من الكمية الحين بصب من فوق الصلصة البيضة اللي سويتها. حطيت الصلصة والحين بحط من فوق جبنة موزاريلا بس بدخله داخل الفرن. بشغل الشواية بس علشان الجبن يتحمر. وهذا هو الطبق عقب ما طلعته من الفرن. شيء اختياري، انا بحط شوي من جبنة البارميزان من فوق. حطيت شوي من الكزبرة الخضراء من فوق. وهذه طبقنا جاهز.